مساء الخيرات، يومكم حلو. هنستكمل كلامنا في فيديو النهاردة عن البناء الأسرية. احنا ذكرنا 3 أنواع من البناء الأسرية في الفيديوهات السابقة. اتكلمنا عن البناء المتحرر، اتكلمنا عن البناء المختلط، اتكلمنا عن البناء الخانق. النهاردة هنتكلم عن النوع الأخير من أنواع البناء الأسرية وهو البناء المسؤول. البناء المسؤول ده هو نمط الحرية المسؤولة. بيبدأ امتى؟ بيبدأ من سنوات الطفل الأولى، من أول ما الطفل بيبدأ يعتمد على نفسه، من أول ما بيبدأ يقول لا. اللا الطفولية دي هي اللي بتشكل شخصية الطفل، هي اللي بتقول لنا إلى أي مدى اللا دي في مرحلة المراهقة هتعلو وتزدهر أو تنخفض وتنطفئ. يبقى مدى تقبلنا احنا او تعاملنا احنا مع اللا الطفوليه هو اللي هيشكل شخصيه ابنائنا، وهتظهر في المراحل المراهقه بتاعتهم نزعاتهم للاستقلال، للتمرد، ومعرفه مدى قبول الاب والام للا اللي اتقالت دي من الطفل. هل احنا بنسيب الطفل في الفترة الأولى من حياته، في سنواته الأولى، هل بنسيبه يقول لا بحريته، ولا بنرفض ده وبنضغط عليه وبنسلب منه حقه ده؟ هل بنسيبه يختار؟ يعني مثلا هو مش عايز ياكل، أنا جايباله الأكل وماسكاله الطبق وبقول له كل، هو مش عايز ياكل، هو بيقول لا، عايز يلعب مثلا في الوقت ده. افضل انا اضغط عليه وافضل الف وراه في الشقه كلها بالطبق في ايدي والمعلقه واحاول اكله، هو مش عاوز. خليه يقول لا، اقبليها، ولما يجوع هيجي ياكل، اكيد هيقرص الجوع ويجي ياكل. لكن ان انا اقول له لا، طب عايز يلعب مثلا، لا مش وقت اللعب دلوقتي، يلا عشان تنام. بيبتدي مثلا يمسك حاجة، يمسك ريموت مثلا، عايز يغير على القناة التلفزيونية، عايز مثلا يرمي لعبة، يحاول يكسر لعبة من لعب ويحاول يفتحها، يحاول يشوفها. في كل مرة أنا بأقمع حقه ده في تكوين شخصيته أو في اعتماده على نفسه. كل مرة بأرفض ده، بقى أنا بساهم في تكوين شخصية غير مستقلة، شخصية ما تقدرش تاخد قرار لوحدها. شايفين من امتى؟ من السنة التانية في عمر الطفل، من أول ما هو يا عيني بيقول لا وأنا برفضها، بقمعه، مش بديله الحق ده. فايه ان انا اسيبه يقول لا، واسيبه يجرب، واسيبه يحاول، وهو عارف ان انا موجود، انا كأم موجودة او كأب موجودين، هنسنده قبل ما يقع، احنا موجودين جنبه. فالخوف هنا يعني هو هيبقى عنده هيبقى آمن، هيبقى حاسس بالأمان لأن احنا جنبه ومش لوحده، عارف انه ساعة ما يقع هنسنده. يعني مثلا كنت شفت ابن اختي بيحاول يطلع على الترابيزه العاليه، هو بيبص لنا، يعني انتوا هتمنعوني ولا لا؟ احنا كلنا خايفين، خايفين عليه لحسن يقع. وفعلا خلاص سيبناه يجرب، وطلع فعلا فوق الترابيزه، وفجاه واحنا في ثانيه وقع من على الترابيزه. طيب ده هيبقى بعد كده رد فعله ايه؟ او اللا التانية لما يجي يقولها او يرفض كلامنا ليه، او يرفض اعتراضنا، هيفتكر الوقعة اللي خدها والعياط اللي عيطه والدم اللي نزل منه، فمش هيكرر التجربة، بس هيكون اتعلم. فأنا هنا بسيب الطفل يقول لا، وأنا قاعد جنبه، بقدم له النصيحة، بقدم له الدعم، بقدم له المشورة، بسنده لما يقع أو قبل ما يقع. العلاقة دي، العلاقة البناء المسؤول، فيها خصوصية للأفراد، بس فيها إيه كمان؟ فيها دعم، فيها مساندة، فيها تشاور، فيها قرار مشترك. أنت
هسيبك تختار، هسيبك تقول لا وهمشي وراك، بس ايه، بس خلي بالك هتبقى مسؤول، هتبقى مسؤول عن اختيارك ده. بامتى؟ بعلمهوله تدريجيا شوية شوية. هنا دي التربية الصحية، التربية الواعية، التربية اللي بتبني أفراد قادرين على الاستقلال، قادرين يكملوا حياتهم لوحدهم، يتخذوا قراراتهم، يبقوا مسؤولين عنها ويتحملوا في نفس الوقت نتيجة اختياراتهم. يبقى التربية الأسرية أهم أركانها إيه؟ أهم أركان التربية الأسرية هي العلاقة بين الآباء والأبناء، العلاقة اللي محتاجة فهم، محتاجة وعي، محتاجة فن في بناء الأسرة، محتاجة فن في بناء الأسرة علشان أحافظ عليها، عشان الأسرة دي تستمر ويبقى كل فرد فيها يعني حاسس بالأمان، حاسس بالثقة، حاسس بشخصيته، حاسس بحريته، مش حاسس إن هو يعني مقيد أو مكبوت أو مسجون. طيب إذن الأسرة هي موطن الداء، الأسرة هي موطن الداء. طب أعرف من فين إذا كانت الأسرة دي أسرة صحية ولا أسرة مضطربة؟ الأسرة المضطربة ليها علامات. أول حاجة إن تبقى فيها قوانين غير معلنة، مفيش حاجة واضحة للجميع يمشوا عليها، في عرف، في تقاليد، لكن مفيش مثلا قوانين واضحة وجلية كل واحد بيحس فيها ان هو مسؤول، ان له حق الاختيار، ان هو ليه عليه واجبات زي ما ليه حقوق، وفي نفس الوقت هو بيعاقب اذا ما يعني ما احترمش القوانين دي. الأسرة المضطربة مفيش خصوصية فيها، قيمة الحرية والاستقلال مسلوبين مهدرين، حق الفرد في اتخاذ قراراته حق مسلوب. الأسرة المضطربة فيها تفضيل للذكر على الأنثى، وده موضوع كبير جدا، موضوع للأسف خصوصا عندنا في الصعيد، يعني موضوع سيء في غاية السوء، إن احنا بنتضايق من خلفة البنات، بنحس إن البنت عار، البنت لا مش هتسند ظهري كأب، يعني مش هتحمل اسمي، مش هتشيل اسمي، مش هتحافظ عليه. ببتدي بتعامل مع البنت على انها عبء، على انها حاجة عيب، حاجة نقيصة، فببقى عايز الولد. تبتدي الام تخلف بنت ورا بنت ورا بنت، وكل ما تجيب بنت يزيد اللوم والتقريع ليها كأن هي المسؤولة، كأن هي اللي بتجيبهم من بيت والدها مثلا. كمان من علامات اضطراب الأسرة المعاملة السيئة للأم قصاد أبنائها، أو الأم تذكر الأب بسوء قصاد أولاده، أو لا تحترمهم، أو لا تحترمه أو تقدره، يعني أنا بعتبر إن الاحترام هو أقصى درجات الأمان للأسرة، يعني الاحترام بين الأب وبين الأم. كمان في سبب مهم جدا من أسباب اضطراب الأسرة، وهو غياب أحد الوالدين، وخصوصا ممكن يكون الأب مسافر مثلا بيشتغل بره علشان يوفر يوفر لهم فلوس يتعلموا ويعيشوا عيشة كويسة، يحصلوا على حقهم في حياة مريحة. فالأب بيسافر وبيسيب المسؤولية كلها على الأم. تدريجيا الأبناء والأم بيتعودوا على غياب الأب، خلاص لما بيرجع بيبقى إحساسهم بيه اللي هو إمتى يمشي، يعني إحنا عايزين نسافر، إحنا مش مستحملين القيود اللي هو عاملها أو وجوده معانا، لأنه بوظنا النظام اللي إحنا تعودنا عليه. ولذلك غياب أحد الوالدين لفترة طويلة ورمي المسؤولية على طرف واحد بس، ده شيء مش صحي أبدا، وده من أكبر علامات اضطراب الأسرة. كمان الاعتماد على الأم بشكل أساسي، تعمل كل حاجة، بتحقق أحلام الجميع، ما عندهاش حتى رفاهية إنها تنهار، إنها تعيا، إنها تتعب،
انها تاخد نفسها، كل حاجة جاية عليها. حتى لو مرضت مش من حقها تمرض. احنا بنحس الدنيا باظت، الدنيا يعني اتوترت، وكلنا بقينا الاب والابناء بيبقوا في حالة يرثى لها ساعة ما الام تتعب او تعيا او تنام. طبعا سبب تاني من اسباب او من علامات اضطراب الاسرة هو عدم قدرة الافراد على التعبير عن مشاعرهم بحرية. بيبقوا خايفين يعبروا عن مشاعرهم، خايفين من الانتقاد مثلا، خايفين من عدم التقبل من الطرف الاخر او من الاطراف اللي هي موجوده معانا في الاسره. فخلاص ببتدي يعني اكتم مشاعري كابن، وما برضاش بخاف اعبر عنها. دي كلها من علامات الاسره المضطربه. على النقيض بقى الاسره الصحيه علاماتها كل واحد له دور، الأدوار موزعة بعناية وبعدالة على أفراد الأسرة، كل فرد عارف دوره وبيقوم بيه. طيب هل ده يمنع إن الفرد ده يحتاج مساعدة الآخر والآخر يقدم له المساعدة؟ لا طبعا، كل فرد يقدر يقدم المساعدة للأفراد الآخرين ويقدر يقوم بدورهم إذا تطلب الأمر ذلك. الأسرة الصحية فيها مساحة كبيرة جدا للتعبير عن المشاعر بحرية بثقة. مش هخاف من عدم التقبل، مش هخاف من الكبت أو من التريقة، من السخرية من مشاعري مهما كانت. لا، أنا عارف إن أنا مشاعري هتبقى مقدرة، يعني محدش هيستهجنها أو ينكرها عليا. وزي ما قلنا وقت ما أي فرد من أفراد العائلة يحتاج مساعدة بيلاقي اللي يسنده ويدعمه. الطفل يا جماعة عامل زي النبتة الصغيرة، هو نبتة صغيرة إذا أنا لم أتعهدها بالرعاية والاهتمام ووفرت لها البيئة الصحية اللازمة، هي هتموت. مش حتى لو طلعت مش هتطلع بشكل سليم، هتبقى مريضة. هتبقى نبتة مريضة، نبتة عيانة، ما فيهاش صحة، ما فيهاش، مش ناضرة كده. من كام يوم كنت ماشية في المدرسة فبصيت لفت نظري كده حاجة على جنب السلم كده لون أحمر، يعني يدوب حاجة حمرة كده على الأرض. مديت إيدي أخدتها، لقيتها وردة اتقطعت من الشجرة بتاعتها. طفل خدها من جنينة المدرسة ورماها على الأرض، كانت الصغننة قد كده، صعبت عليا جدا. أخدتها، الكلام ده من 3 أيام، وجبتها البيت معايا وحطيتها في مية، حطيت لها شوية سكر في المية اهي. دي الوردة بقت شكلها كده. أنا عايزاكم تتخيلوا منظرها وهي قد كده مرمية على الأرض ملهاش أي قيمة، لولا ان انا انتبهت ورحت واخداها ووفرت لها البيئة المناسبة اللي تخليها تكبر وتنمو وتبقى شكلها جميل وريحتها حلوة ونضرة ومرعرعة كده وحلوة وتسر العين والخاطر زي ما بيقولوا. الطفل كده إذا أنا حطيته في بيئة صحية وفرت له كل اللي هو محتاجه هيكبر وهيترعرع ويبقى ناضر وجميل وهيسر عيني وخاطري، وهيبقى فرد صالح في أسرة صالحة ومجتمع صالح. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم ويومكم حلو، إلى اللقاء.